أهلا بيكم في رابع الحلقات التعريفية لتطبيق باب العز، أول تطبيق مصمم خصيصا لإدارة ورش ومراكز صيانة وخدمة السيارات. النهاردة هنتكلم عن قسم الفواتير وإزاي نقدر نتابعها وننظمها بسهولة من خلال البرنامج. قسم الفواتير اللي من خلاله بنقدر نتابع كل الفواتير اللي داخلة واللي طالعة من المكان، سواء فواتير العملاء والصيانة أو فواتير الموردين أو فواتير المرتجعات. يلا بينا نبص على القسم مع بعض ونشوف إزاي نقدر نستخدمه. ونخش على قسم الفواتير. تبدأ تدخل الرقم السري بتاع الإدارة وتدوس على تسجيل دخول. بيفتح لك القسم وبتلاقي ان هو متقسم 5 اجزاء: فواتير الصيانه وفواتير الموردين، فواتير قطع الغيار، وفواتير مرتجع قطع الغيار، والمصروفات اليوميه. هنتكلم عن كل واحد فيهم بالتفصيل دلوقتي. اول حاجه عندنا هي فواتير الصيانه، وبتخش بتلاقي القسم متقسم جزئين. اول جزء هي قائمه بفواتير الصيانه كلها اللي تمت عندك في المركز، وتاني قسم بيكون قائمه للعملاء اللي بيعملوا صيانه عندك في المركز. دي بتكون قاعده بيانات كامله بيكون فيها بيانات كل العملاء اللي بتتعامل معاهم في المركز. خلينا نرجع للقسم بتاع فواتير الصيانه. هتلاقي إن كل صف بيعبر عن صيانة، وبتلاقي إن هو بيعرضها لك بشكلين. أول شكل هو شكل مبسط زي ده كده، بيعرض لك اسم العميل ورقم تليفونه والتاريخ اللي عمل فيه الصيانة، وصورة للفاتورة على شكل PDF تقدر إن أنت تطبعها من خلالها أو تبعتها للعميل مرة تانية. وتقدر إن أنت تدوس على عرض كل التفاصيل بالشكل ده، فهتلاقي إن ظهر لك تفاصيل أكتر للفواتير اللي قدامك، زي اسم العميل ورقم تليفونه والتاريخ، زائد رقم الفاتورة. وده باب العز بيعمله لك اوتوماتيك، على كل فاتورة بيبقى لها رقم مختلف، وعندك ماركة العربية ورقم اللوحة بتاعتها ولونها وصورة للفاتورة برضو على هيئة PDF. وبعدين ننزل لتحت على الجزء بتاع العملاء. بتلاقي ان برضو كل صف بيعبر عن عميل وعارض لك عنه بيانات مختصرة، زي اسمه ورقم تليفونه وماركة عربيته وعدد الصيانات اللي هو عملها عندك. يعني نلاقي مثلا صاحب العربية الفيات ده عمل 9 صيانات، صاحب المازدا عمل 5، وهكذا. لو عايزين نعرض كل التفاصيل بتلاقي إن بدأ يظهر لك موديل العربية وسنة الصنع ورقم اللوحة، لون العربية، ورقم الشاسيه ورقم الموتور لو أنت مسجلهم في الفواتير، ونوع نقل الحركة يدوي أو أوتوماتيك. وبرضه بيظهر لك عدد مرات الزيارة. لو عايزين نضيف عميل جديد بنقدر نفتح من هنا كده، وبنبدأ نسجل كل البيانات زي ما شرحنا في الجزء بتاع الورشة. وطبعا كل البيانات دي بتكون اختيارية ما عدا الاسم ورقم التليفون اللي عليه واتساب ورقم لوحة العربية، عشان تقدر ان انت توصل لتفاصيل العميل ده وعربيته بكل سهولة. وده كده القسم بتاع فواتير الصيانة. وطبعا تقدر تبحث عن العميل او تبحث عن الفاتورة بأي من البيانات اللي عندك، سواء رقم التليفون او اسم العميل او رقم العربية. وده كده القسم بتاع فواتير الصيانة. ندخل بقى على الجزء بتاع فواتير قطع الغيار. فواتير قطع الغيار برضو بتلاقيها متقسمة قسمين: القسم بتاع الفواتير والقسم بتاع العملاء، زيه زي القسم بتاع فواتير الصيانة بالظبط. بس الفرق ان ده بيكون قسم مخصص للعملاء اللي بتيجي تشتري قطعة غيار وتمشي، ما بيعملش صيانة للعربية في المركز، هو بس بياخد قطعة الغيار وبيمشي. فبتلاقي ان انت عندك القسم بتاع الفواتير دي بتسجل فيه كل الفواتير بتاعة قطع الغيار، بيكون متسجل فيها اسم العميل ورقم التليفون وقيمة الفاتورة الإجمالية والتاريخ بتاعها وصورة PDF من الفاتورة. طبعا ما بيكونش متسجل أي بيانات للعربية لأن العربية ما بتخشش المركز أصلا. وعندنا الجزء الثاني بيكون قائمة للعملاء، دي بيكون فيها اسم العميل ورقم تليفونه وعدد الفواتير اللي هو اتعامل معاك بيها وإجمالي قيم الفواتير. وطبعا لو انت عندك مثلا عميل بيعمل صيانة دورية للعربية، بس هو المرة دي مش هيعمل حاجة في العربية، هو هياخد قطعة غيار ويمشي، فتقدر ان انت تضيفه بنفس الطريقة هنا. وفي الناحية التانية برضو هو ليه ملف عندك في قسم الصيانات عادي جدا. لو عايز تعمل إضافة عميل هنا كده بتقدر إن أنت تدخل اسمه ورقم تليفونه بس، لأن إحنا ما بنحتاجش أي بيانات تانية للعربية لأن العربية ما بتخشش المركز أساسا. وده كده القسم بتاع فواتير قطع الغيار. عندنا جزء تاني وهو فواتير مرتجع قطع الغيار. القسم ده بيعبر عن فواتير المرتجعات عموما، وبيكون عبارة عن قسمين: فواتير مرتجع العملاء وفواتير مرتجع التجار للموردين. يعني لو العميل رجع لك قطعة غيار وأنت لو رجعت للمورد قطعة غيار. أول حاجة الجزء بتاع مرتجع العملاء بتلاقي فيه كل القطع اللي رجعها العملاء بالشكل ده، وكل صف بيعبر عن فاتورة راجعة. بيكون في الجدول ده اسم الصنف، عندنا هنا تيل فرامل الفيرنا ده رجع مثلا، والكمية رجع تيل واحد، والسعر اللي طلعت بيه القطعة اللي هو 900 جنيه، والحالة. هنقف شوية عند الجزء بتاع الحالة ده لأن احنا لما بنيجي نعمل فاتورة مرتجع، يعني خلينا نخش كده مثلا نعمل إضافة فاتورة هنا، فنقول إضافة صنف، نقول تيل الفيرنا، تمام، ونعمل الكمية اللي هترجع واحدة،
وسعر القطعة اللي هو إيه 900 جنيه، ده السعر اللي إحنا طلعنا بيه. عندنا هنا 3 حالات للقطعة، سواء سليم أو تالف وسيتم استبداله، أو تالف ولن يتم استبداله. لو اخترنا سليم فده معناه إن العميل رجّع القطعة سليمة، فبالتالي هنحتاج إن إحنا نضيفها على المخزن عشان تطلع تاني. باب العِز بيعملها أوتوماتيك جدًا. لمّا بتختار الاختيار بتاع السليم دي، باب العِز بيفهم إن القطعة سليمة وأنت هترجّعها للمخزن تاني عشان نبدأ نبيعها لعميل تاني، فبالتالي بيضيفها لك على المخزن من غير أي تدخُّل منّك أو قلق إن الكمية مش هتكون مضبوطة. أمّا لو اخترنا تالف وسيتم استبداله، فبالتالي باب العِز بيفهم إن القطعة دي تالفة وإحنا هنرجّعها للمورد، فبيضيفها لك على المخزن تاني لحد ما أنت تعمل فاتورة إرجاع للمورد بتاعك، فيبدأ يخصمها من المخزن على هيئة فاتورة مرتجع. والاختيار التالت بيكون تالف ولن يتم استبداله، فده معناه إن القطعة طلعت للعميل وهو رجّعها بايظة أو فيها مشكلة، بس هي مش هينفع ترجع للمورد، فخلاص كده أنت يعتبر إيه خسرت تمن القطعة دي، فبالتالي بترجع وما بتتضافش على المخزن عندك، وبتبقى أنت خلاص القيمة بتاعة القطعة دي اتحطت عليك أنت بالخصم. وكده كده الجزء بتاع الحسابات وتحليل البيانات بيضبط القصة دي لما أنت بتختار تالف ولن يتم استبداله. وعموما في أي اختيار الحسابات كده كده بتتظبط في الجزء بتاع تحليل البيانات بدون تدخل منك. وبتقدر إن أنت تضيف ملاحظة لو عندك ملاحظة على الفاتورة دي بعينها، وبتدوس إضافة اللي تحت دي، ويبدأ باب العِز يشوف القطعة هيضيفها على المخزن والّا مش هيضيفها، وفي نفس الوقت هيحسب الحسبة يشوف التكلفة هتتضاف والّا هتتخصم، أيًا كان هو بيضبّط الحسابات دي من غير تدخُّل منّك ومن غير ما تكون قلقان. وبتلاقي آخر حاجة هنا عندنا في الصف اللي هي قسم الملاحظات، زي ما أنت شُفت جوّه وإحنا بنعمل الفاتورة إن أنت ممكن تضيف ملاحظة. تاني قسم عندنا وهو مرتجع التجار أو الموردين، بتلاقي برضه الفواتير المرتجعة للموردين، بتلاقي اسم المورد ورقم التليفون وإجمالي الفاتورة اللي رجعت. بتقدر برضه تعمل إضافة فاتورة مورد، بتختار اسم التاجر أو المورد، مورد 1 مثلًا، الشركة شركة 4 مثلًا، وبعدين بتضيف صنف، دي الفرامل مثلًا الفيرنا ده هيرجع للمورد، وبعدين بتقول كمية الصنف، في 1 هيرجع، والسعر 600 جنيه ده السعر اللي أنت شاريه بيه من المورد. وبنشوف عندنا حاجتين اللي هما استبدال أو مرتجع. الاختيار الأولاني وهو استبدال، يعني أنا هارجّع القطعة دي للمورد وهيدّيني بدالها واحدة تانية، فبالتالي مش هتتخصم من المخزن عندي ولا هتتخصم من المصروفات. والعكس هو المرتجع، إن أنا هارجّع له القطعة دي ومش هاخد بدالها واحدة تانية، فبالتالي بتتخصم من المصروفات عندي وبتتخصم من المخزن. وبتقدر برضه تضيف ملاحظات هنا كده وتدوس إضافة، الفاتورة تتضاف عندك. وده كده قسم المرتجعات. نبدأ نخش على فواتير الموردين. القسم ده كمان زيه زي قسم قطع الغيار والصيانات متقسم لقسمين، قايمة بالفواتير بتاعة الموردين كلها، وقايمة تانية بأسامي الموردين والتجار اللي أنت بتتعامل معاهم. كل صف بيعبر عن فاتورة هنا كده، بتلاقي فيها برضو اسم المورد والتاريخ ورقم الفاتورة وصورة الفاتورة PDF، وتقدر تعرض كل التفاصيل، فبالتالي بيعرض لك بيانات أكتر زي التاريخ وإجمالي الفاتورة والمدفوع منها والآجل اللي باقي عليك وتاريخ الاستحقاق بتاع الآجل وصورة الفاتورة. لو عايزين نضيف فاتورة جديدة بندوس على إضافة فاتورة من هنا كده. أول خانة عندنا هنا ممكن نضيف بيها صورة من معرض عندك أو من الكاميرا، تقدر تصور الفاتورة عشان تحتفظ بيها لما تفتحها عندك تظهر لك صورتها. وبعدين تقدر من هنا تضيف اسم المورد، بيكون متسجل عندك الموردين اللي انت بتتعامل معاهم كده مثلا. وبعدين بتدوس على إدخال التاريخ، تشوف مثلًا التاريخ اللي إحنا هنشتري فيه، تمام، وبعدين رقم الفاتورة، فبتدخّل رقم الفاتورة اللي عندك مثلًا، وبعدين المبلغ الإجمالي للفاتورة، وأنت مثلًا هتدفع منها الرقم ده 40 والآجل هيبقى 20، تمام، وتاريخ الاستحقاق بتاع الآجل ده بنعمله مثلًا حسب ما أنت هتتفق مع المورد بتاعك، يوم 11 أهو، وبعدين بتدوس إضافة، كده الفاتورة اتضافت عندك. تمام، فكده عندنا فاتورة يوم 8/4، رقم الفاتورة 584 وإجمالي الفاتورة 60,000 والمدفوع منها 40,000 والآجل 20,000 وتاريخ الاستحقاق 11/4 زي ما إحنا قلنا، وصورة للفاتورة اللي أنت صورتها. وتحت هنا بنقدر برضو نلاقي الموردين بتوعنا كلهم، مورد 1 و3 و4، رقم تليفون المورد، اسم الشركة، وإجمالي المتبقي للمورد ده.
كل مورد بيكون مكتوب جنبه إجمالي المبلغ اللي باقي علينا ليه. وبعدين تقدر تدوس عرض كل التفاصيل من هنا كده، فيبين لك كل التفاصيل، بيضيف لك عدد الفواتير كمان اتعاملت فيها مع المورد ده، وإجمالي الفواتير بتاعتك اتعاملت معاه بكام طول المدة اللي انت اتعاملت معاه فيها، وإجمالي المتبقي عليك ليه. لو عايز تضيف تاجر أو مورد بتقدر تدوس عليه من هنا كده، وبعدين بتدخل اسم التاجر ورقم تليفون واسم الشركة بتاعته، وبعدين بتدوس إضافة من هنا كده، بيتضاف عندك المورد في القائمة بره. وده كده الجزء بتاع فواتير الموردين. نبدأ نخش على آخر قسم معانا، وهو قسم المصروفات اليومية. قسم المصروفات اليومية دي أي حاجة بتتعمل طول النهار، يعني لو طلبنا فطار، لو رحنا مشوار، لو بعتنا حاجة بتكلفة مثلا، أو أيا كان حابين نضيفها على إجمالي التكلفة بتاعة المركز، فبنبدأ إن احنا نضيف البند بالشكل ده. نقول مثلا هنا فطار أهو، وبعدين بنضيف المبلغ 50 جنيه مثلا، وبعدين ندوس إضافة. ده المصاريف بتاعة النهاردة، تمام. الإجمالي عندنا أهو 50 جنيه. هنقول مثلا هنا عملنا توصيل ودفعنا 100 جنيه، ندوس إضافة، بقى الإجمالي 150 جنيه. الجزء اللي تحت بتلاقي إجمالي المصروفات، بتلاقي تاريخ النهاردة 9/4، وإجمالي المصروفات 150 جنيه. وبعدين كل المصروفات دي بتضاف على القسم بتاع تحليل البيانات في البيانات المالية، عشان تقدر تضاف على التكاليف والمصروفات بتاعة المركز. وكده نكون خلصنا شرح القسم بتاع الفواتير بالتفصيل، والمرة الجاية هنشرح القسم بتاع العاملين إن شاء الله. تابعوا سلسلة الفيديوهات التعريفية لتطبيق باب العز، وربنا يديم العز عليكم، وسلام عليكم.